مين يا بنات كده زيي اول ما بتقوم من النوم معرفش تفطر كده فطار كامل بيض وجبن وبطاطس. انا دايما بحب اشرب كوبايه شاي بلبن كده بسكويت او قراقيش او اي حاجه. المهم بعت المخبز اللي انا بجيب منه وسالته عنده قراقيش ولا لا، قال لي اه. فالمهم قلت له السعر كام القراقيش الساده والعجوه، قال لي ب 60 جنيه. بصراحه اتصدمت جدا وانا اصلا عندي كل مكونات القراقيش، فقلت كده وما افتح الكاميرا كده واعملها معاكم عشان اقول لكم كمان المقادير. وكمان بنات كتيره قوي سالتني في فيديو قبل كده كنت عاملاه برضو عامله القراقيش فيه، سالوني اسئله كتير قوي. المقادير القراقيش انت بتعملي مقادير الكيلو، هتحطي عليها رشه ملح وهتحطي سمسم 3 معالق او 4 معالق. والسمسم يا بنات مش بيتحمر، لو انت حابه ان هو يتحمر مفيش مشكله، بس هو اصلا مش بيتحمر. يعني انا بعمله بيبقى طعمه حلو مفيهوش اي حاجه خالص. هتكوني طبعا بقى حاطه كوبايه لبن دافيه وهتحط عليها كيس خميره كامل فوريه من اي سوبر ماركت، مش الخميره اللي هي العاديه، لا كيس خميره فوريه. لو انت عندك برضو خميره عاديه مفيش مشكله خالص، بس عشان المقادير هو انا بحط كيس واحد بس. واللبن عموما هو هياخد معاكي بالظبط كوبايه ونص، وكوبايه زيت وكوبايه سمنه، تمام كده. وبعد كده بقى هبدا اعجن بيهم وبس كده. بصوا الخميره عندي كانت بسرعه، طبعا خمرت على طول. وهتشوفوا العجينه برضو دلوقتي انا حطيتها شويه في الميكروويف عشان عندي الميكروويف كان دافي شويه، فقلت عشان تخمر بسرعه. يعني هتشوفوا دلوقتي العجينه معايا كانت فظيعه وحلوه قوي. انا كمان بحب اعجنها كمان على الارض عشان ابقى متحكمه فيها كويس كده وانا بعجنها. بص انا كنت عارفه اصلا العجينه هتنجح معايا لان هو طبعا بيبان من الخميره، والعجينه اصلا عموما كانت طالعه معايا طريه، فبصراحه كانت حلوه جدا. كان عندي بقى عجوه كمان كده في الديب فريزر، كانت حماتي ربنا يبارك لي فيها يا رب، عندي ايام ما كنت مسافره العمره وعملنا مع بعض برضو شويه قراقيش بعجوه. المهم كان باقي شويه عجوه فقالت لي حطيها في كيس وبططيها كده وحطيها في الفريزر، فهي عملتها لي. كنت كل مره بصراحه بجيب العجوه واحطها تحت في التلاجة، كانت بتترمي. قالت لي حطيها في التلاجة وهتطلعيها زي ما جبتيها بالظبط واستخدميها تاني. المهم ان انا طلعتها فعلا النهارده بقى وقلت اعمل منها. بس انا عموما بحب القراقيش الساده، فقلت اعمل لهم شويه قراقيش بعجوه عشان ولادي بيحبوا القراقيش بالعجوه، واعمل برضو شويه ساده. عايزه اقول لكم كان طعمها هشه وجميله وطريه، وخدتش وقت معايا خالص خالص. والله يا بنات لو احسب لكم الوقت بالظبط، الوقت كانت تقريبا حوالي نص ساعه وكنت مخلصه الكيلو كله من يوم ما جبت. بصراحه كمان الصواني الالومنيوم دي وهي يعني بتنجزني جامد وبتخليني ببقى عايزه اقوم اعمل الحاجه لانها مش بتتحرق مني. بس اهم حاجه ان انا بوطي الفرن عشان الفرن عندي عالي شويه. بمناسبه بقى بنات البوتاجاز، عشان بنات كتيره قوي كتبوا لي امبارح وقالوا لي فعلا البوتاجاز ده سيء جدا، وفي ناس قالوا لي اشتكيهم، وفي ناس قالوا لي لازم تاخدي حقك لان انت المفروض كنت في الضمان. بس بصراحه مش عارفه، يعني يقولوا لي فعلا اروح حمايه المستهلك وفعلا اشتكيهم وفعلا اخد حقي ولا اعمل ايه، لان انا فعلا مش عارفه. ويعني حاسه ان هو الموضوع عدى عليه كتير قوي، فانا مش عارفه بصراحه. يعني كنت خلاص قلت مش مشكله هبيعه وهجيب لي واحد تاني. وكلكم اجمعتوا امبارح ان البوتاجاز فريش احسن نوع، بس عايزاكم بقى تقولوا لي فريش ايه، لان انا دخلت عشان اشوف الانواع لقيت في فريش انواع كتيره قوي. في حاجه اسمها تقريبا هامر او هامر حاجه زي كده، فعايزاكم برضو تقولوا لي الانواع بالظبط اللي في فريش، لان في برضو بنات كتبوا لي قالوا لي خدي بالك لان في انواع في فريش مش حلوه. فعايزه اللي عندها بوتاجاز فريش تقول لي تحت في الكومنتات فريش اسمه فريش ايه عشان بالظبط اجيبه، لان انا فعلا محتاجه ان انا اغير البوتاجاز ده. وانا خلاص خدت قرار ان انا هغيره فعلا، لان ناس كتير او بنات كتير امبارح اجمعت ان هو فعلا سيء. يعني طلع المشكله مش عندنا بس، هي نفس العيوب بالظبط متكرره. العيون طبعا ما بتشتغلش اللي لازم بالولاعه، والفرن نفس الموضوع. فبصراحه لا يعني حاجه مش حلوه خالص. انا خلاص فعلا هغيره خلاص. بس انا كان نفسي في فريش مسطح، يعني هو لو هجيب فريش انا كنت عايزاه مسطح مش عايزاه اللي هو البوتاجاز الكامل. فعايزاكم تقولوا لي اسمه ايه، يعني الفريش المسطح ده اسمه ايه او النوع منه نوعه ايه، لان انا بصراحه ما بعرفش خالص في الحاجات دي ولا فاهمه في البوتاجازات والانواع والكلام ده. كمان البنات اللي كانوا بعتوا لي على الخاص وقالوا لي اتكلموا عن الاجهزه الكهربائيه وقولوا لنا احسن الانواع. انا عايزاكم برضو تحت تنزلوا وتقولوا الانواع بالظبط الكويسه، او اللي عندكم مثلا انتوا جربتوه ولقيتوه كويس، سواء تلاجة او فرن او مايكروويف او غسالة او اي حاجة. اكتبوا تحت. انا عن نفسي هقول لكم الانواع اللي عندي. انا عندي كل الانواع سامسونج. معايا طبعا البوتاجاز زي ما قلت لكم اللي هو زانوسي المعدل. انا عندي التلاجة سامسونج، الميكروويف سامسونج، الغسالة سامسونج. هي غسالة الاطباق بس اللي اريستون. طبعا دي اعلى حاجة طبعا الاريستون يا بنات، بالنسبة برضو لغسالة الاطباق عشان برضو بنات كتير سألوني عليها. هي اعلى حاجة الاريستون طبعا حلوة جدا بصراحة، ما جبتلهاش صيانة خالص.
وحلوه جدا جدا يعني. وكمان اللي عندي اللي هي ال 14 فرد، كانت تقريبا حوالي 7 تقريبا او 8 حاجه زي كده، بس دلوقتي اكيد غلط وسمعت ان هي اصلا مش موجوده. بس لو لقيت الاريستون هاتيها لان هي احسن نوع. دي بالنسبه للاجهزه اللي عندي. بالنسبه برضو المكنسه، عشان برضو بنات سالوني، هي باناسونيك. فدي بالنسبه للاجهزه اللي عندي. مش عارفه بقى انتوا الاجهزه اللي عندكم ايه، يا ريت تقولوا عليها. القلايه الهوائيه او الاير فراير اسمها بلاك اند ديكر، وهي حجم واحد بس يا بنات، عشان برضو اتسالت عليها كتير وبصراحه تحفه. واللي عندها تيفال يا بنات، لان في بنوته كانت كاتبالي بتقول لي التيفال عندي ومش عارفه استخدمها ومش حلوه. على فكره التيفال اعلى اصلا من البلاك اند وايت، سوري، من بلاك اند ديكر. فحلوه جدا. فازاي مش حلوه معاكي؟ حاولي بس تعرفي تستخدميها ازاي. وهي على فكره اعلى حاجه، فالتيفال طبعا تحفه جدا. اكتبوا بقى تحت عشان في بنات كتير بتقرا الكومنتات وبتبقى عايزه تستفاد. اكتبوا بقى تحت يا بنات وفيدوا بعضكم، عشان انا بصراحه ما عنديش خبره قوي في الحاجات دي. اشوفكم ان شاء الله على خير.